دل گوره را برا بچابن تو که خاله باکا شیرین بوکه دل بوکه تکه تکه همانه گذبا باکا لسکه لسکه هاده لسکه لیلی بوکه نارین بوکه گهدارن هیوی فم ین هجا دلال دما و خوش به دما و بگلو ریحان به تخلق کنوش برنامه بیر آنین گستیل از علی محمد بورما و المیوانداریا باوی ایلیا و دیا ایلیا داکو از چیروکا حسکر نواج وره بدم خویا کرن هنچاند و کلتورا تایبت بروجن داوطانیه برای منی مسیحی بدم خویا کرن. بداية رحب فيكم ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيكي ومت السلامة. أهلا وسهلا فيكي تشرفنا. وأنا تشرفت. لو سمحت أبو إيليا فيك تعرفنا عن حالك؟ أنا موريس إيليا من المالكية وزوجتي سميحة، عندي 4 أولاد ولدين وبنتين وأعمل في مجال التجارة والزراعة. تشرفنا. لو سمحتي مدام فيك تعرفين عن حالك؟ سميحة خمو مواليد 77 عندي 4 أولاد صبيين وبنتين إيليا 18 سنة إليسا 15 جوناثان 12 ساردس 6 سنوات. الله يخليك يعني. أبو إيليا لو سمحت فيك تخبرنا كيف تعرفتوا على بعض أنت والمدام كيف كانت قصتكم شلون تعرفتوا على بعض؟ والله أنا شفتها لما هي صدفة رغم جيراني معي بس مناديت بحياتي ما مناديت جارك مديت موقفة وقلبي دق وحبيتها صدفة التقيت في ملاك سوت حالتي هناك صدفة التقيت في ملاك سوت حالتي هناك بجمالها قلبي كوات ضحكتها ناري طفات بجمالها قلبي كوات ضحكتها ناري طفات أخ ملاك 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 حبت كيف قلبي غلاك أخ ملاك ملاك حبت كيف قلبي غلاك تدعي لرب السماء يحميكي من الحسد تدعي لرب السماء يحميكي من الحسد وطلبت إيداع أول شيء رفضه وابن آدم. مين سوى لكم أكثر شيء مشاكل؟ أبوها عملنا مشاكل رغم أهلي كانوا يحبوها كثير أمي كانت تحبها كثير أخوي كان يحبها كثير وأنا أكثر وبعدين مرت على يعني حاولنا إنه مو إنه والله فهمت شو تشيبوتشي نو منافي إصرار وهيك صار نصيب. عن حب تزوجوا؟ عن حب طبعا. كم كان مدة؟ 2 سنتين. حبيتوا بعد سنتين بعدين؟ أنا حبيتها بقى هي ما بعرف شو وراها. أخ يا دي هوارا يا دي والله مرمرني ضلالي الحقيني يا دي والله مرمرني ضلالي هوارا يا دي. إيش كان شعورك مدام أول شيء لما قال لك أبو إيليا؟ هو أول شيء كان عنده محل ألبسة وما زال رحت مع أختي على المحل كنتوا بالتاسع للساعة يعني صغيرة إيه كانت تشتري لباس لزوجها فشفناه موريس أول مرة وقف هيك طلع فيني قال له أختك قال له إيه المهم أخذت لباس أعطاها أكثر من قطعة معلش روحوا جربوها وبس ارجعي وجيبي الحلوة معك هاي مو أختك تقول له بلي وهيك صار بقى هو جيران نحن بس بحياتي ما شفته ولا هو يعني فصار يفوت بشارعنا صار دائما لما أروح على المدرسة يشوفوه واقف عند الزاوية نطلع على شارع الكنيسة هو محله هنيك يوقف يستنانا يلحقنا للكنيسة ايه هو وشكله ابو ايليا هو جنتل يعني ملفت للنظر يعني والحقيقه واحد لازم يحبه ينحب ابو ايليا وهيك تعرفنا على بعض وحاول يحكي معي طبعا شوي ابوي عارض لانه انا كنت صغيره هيك حكي معي حكينا هيك بس ما صار نصيب لانه كان عندي دراسه وبعد 2 سنين بقى على أمل يبعث لي ناس ويبعث لي جيرانين وأصدقاء وفي عنده كم وحدة صديقة من جماعتكم كانت الست أميرة
كان يبعتها وتحكي معي، فصرت 11 يعني حبيته ومشي الحال وصار النصيب. والله يخليكن لبعض. تسلمي الله يخليك. امشي وافتكر واجري لحالي، ذبحني الفكر هوارة ودوبني يادي، ذبحني الفكر هوارة ودوبني يادي. امشي وافتكر واجري لحالي، ذبحني الفكر هوارة ودوبني يادي، ذبحني الفكر هوارة ومرمرني يادي. يادي مرمرني ضلالي الحقيني يادي، والله مرمرني ضلالي الحقيني يادي. ام إيليا، فرق العمر بيناتكن سوالكن مشاكل بحياتكن؟ يعني هو بالنسبة لموريس لا مو كتير، يعني موريس هني متفهم كتير يعني، بس تعرفي يعني وحدة صغيرة حياة جديدة بيئة جديدة، إلا ما تحس حالها أنه دخلت مكان مو مكانها، يمكن بيئة مو بيئتها. وقت شوي طولنا هيك لأتأقلمنا، بس للحقيقة كتير تعاون معي موريس وتحملني كنت صغيرة تحملني كتير، ونشكر الله يعني جبنا أولاد وربيناهن والحمد لله على كل شيء. الله يخليكن لبعض. أنت مع إنه بنت تتزوج بعمر صغير ولا لا؟ لا أنا ضد، يعني شلون تخلكي مرتاحة ماديا كتير نشكر الله، بس في شغلة دائما كان أوقف عندها إنه الدراسة، باعتبار أنا تزوجت بال11 ما كملت دراستي، بقيت حسرة عندي إنه أكمل دراستي، وهذا كان دائما الحلم إنه لازم كان أكمل دراستي. يعني ضد إنه وحدة تتزوج بكير، لازم في مرحلة من الحياة لازم تعيشها، مرحلة الشباب، دراسة، روحات جيات المدرسة، يعني الرفقات، هالمرحلة حلوة من العمر أنا ما عشتها. فيعني ما بعرف هيك أشوف إنه وحدة لازم تاخد وقت أكتر لا تفكر تتزوج، يعني بال25 كتير مناسب، يعني هذا الأنسب. غرب جماله زاد بدلاله، جنن في حاله هوارة ومرمرني يادي، جنن في حاله هوارة ومرمرني يادي. غرب جماله زاد بدلاله، جنن في حاله هوارة ومرمرني يادي، جنن في حاله هوارة ودوبني يادي. والله مرمرني ضلالي الحقيني يادي. أبو إيليا، سويتوا حفلة خطبة؟ خطبة ما عملناها لأنه كان عندنا ظروف، في عندنا أحزان، وكان يعني تقريبا شبه خطبة طلبة نظامي وكذا وفيكي وضيافة وفرافين وشي مشكر، صار نطاق ضيق يعني مو على مستوى العائلة، يعني العائلتين، وهيك صار الحمد لله. والله هالبنت تجنن، هالبنت تجنن، الله خلقها جكار في البنات كلن، تجيب لها خرازي زرقاء تحميها من سرقت قلبي سرقة وما في شي طمن. والله هالبنت تجنن، هالبنت تجنن، الله خلقها جكار في البنات كلن. مدام، إيش كان تحضيراتك لحفلة الخطبة؟ يعني لما نحن عنا بالعادة لما يخبرونا انه في طلبة نجهز حالنا، مثلا تجهز لباسي فستان او يعني شيء يناسب الحدث. فاول شيء كانت الطلبة، اجوا يطلبوني يحطوا خاتم كبير، اجوا بيت حماهي، طبعا عائلتنا كتير كبيرة، اجوا طلبوني، وتحضيراتنا يجيبوا هن الحلويات والخاتم الكبير معا وهدايا، ونحن نعمل لنا عشاء يعني نفس اليوم. يمكن كان بعد 15 يوم أو أكثر بعدها صارت الخطبة، فالوقت نروح على الجهاز، ياخذونا على الجهاز. طلعنا على القامشلي، الجهاز جهاز العروس، شيء يعني يناسب انه ذهب، لباس، فستان للخطبة، طبعا مع الاكسسوارات تبعه، القندرة، الجزدان وهيك، والجهاز للبنت يعني. وبعدها صارت الخطبة. الخطبة ما صارت على نطاق واسع لأنه كان
كان عندنا شوية حزن. هو كان عنده زوج بنت عمته كانت توفى، فكانت على نطاق العائلة بس حلو يعني. كانوا الأهل أصدقائي أنا أهله، انبسطنا كتير، الجاتو، الصور، فيديو، عشاء، بس يعني إنه على نطاق العائلة بس مو أكتر. ايش قد صار لكم متزوجين؟ هلا 27/8 هلا في بهالشهر بدنا نتم 20 سنة زواج. تساوون حفلة؟ لازم ابوس انا هالخلقة، ابوس هالخلقة، اش ضحكي واش مبسم حلو، اش حكي وما القى. ابوس انا هالخلقة، ابوس هالخلقة، لو ما العيب وحكي العالم حارسة تبقى. والله هالبنت تجنن، هالبنت تجنن. ابو ايليا، لما كنتوا انت والمدام مخطوبين ايش موقف مميز صار معكم؟ والله القبلة الأولى قبول نكر بجينا ابتشيا ولو شر مكر جرى ولي، بعدين جردوا يعني وصلوا. هاي كانت اخر شيء او احلى طرفه كانت. الموقف الطريف كان حاول يبوسني مره، فتعرفي نحن عندنا العادات والتقاليد يعني ممنوعه، يعني ممنوعه. لا، التربيه اللي نعيشها ممنوع يمدكي، ممنوع يبوسكي، ممنوع يمسك ايدكي، لانه مثلا ربينا على عادات وتقاليد. فدائما هيك تنبيه من مامتي الله يرحمها، كانت تقول اوعى يعني لا يبوسكي لا يمدكي، مضعف يمكن ما يصير نصيبه وتفكوا يعني. فمرة من المرات وكنت طالبة يعني لسه لما خطبني كنت طالبة فنون، وأنا قاعدة أرسم على الطاولة، أجا حاول يبوسني. ايش قصة هي؟ حاولت ابعد حالي، اقرب اكثر، حاولت ابعد حالي، اخر شيء دفشتوه وقع بين الطاولات بين الترابيزات. والموقف دائما نرجع ونتذكر، وموقف حلو كتير كان. ان شاء الله كل ايامكم حلوه وسعاده. الله يخليكي. ضحكوا يتا شمس السماء وجبيني ليلي، قرب الرب للسماء قمر في العيلي. ضحكوا يتا شمس السماء وجبيني ليلي، قرب الرب للسماء قمر في العيلي. والله البنت تجنن، البنت تجنن، الله انا بجرب في البنات كلن. مدام صار الحنة تبعك؟ يعني عرضوا علي، بس انا ما بحب هالامور، ما عملنا حني. بس عندنا عادات انه نعمل جهاز ونفرجي مثلا للاهل انه الجهاز يعني اهله شلون يقدوه، عملوا له جهاز مثلا. فعملنا جهاز واجوا الاهل والاصدقاء وهيك، كان في غرفه واجوا وتفرجوا علي. انا ليله العرس يعملوا له للعريس، يحلقوا له شعره، يجيبوا الدهول والزرنه، يعني هالامور كتير حلوه كانت. يعني تحضيرات العروس قبلها لازم تروح تعمل بروفا، تعمل شعرها، تشوف الفستان. قبل العرس كمان طلعنا على حلب مشان الجهاز، ظرفي في جهاز للخطبه، في جهاز للعرس كمان. طلعنا على حلب، اخذنا الجهاز، نقينا الفستان والذهب، وابو ايليا ما قصر يعني، اخذ لي ذهب محترم يعني وحلو. بس يعيش ويجيب. ابو ايليا، سويتوا عرس تبعكم؟ سوينا عرس، طبر وزمر على الاخر. اخذنا السيارات لعند البيت، بعد دورتين بالشوارع يعني كالعاده العالم، وشنديرين على كليل. بعد الكليل يصير تهنئه بالكنيسه، يصير عقد زواج رسمي، ويصير كليل والشهود على العقد،
ووقت بجن كريب يعني عندك كريب هنا او كريب بدن كريب مش كريب برخو وجناويه ناس كان جورجيت بشتكلي لما تشن دعوتي بقى فرقه موسيقيه والمعازيم والدبك والرقص هيك. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. مدام انت ايش كان تحضيراتك بيوم العرس؟ ايش كان شعورك بهذا اليوم؟ تحضيرات وحدة يعني يوم عرسها ملبوكة على الأخير، تتلحق تعمل شعرها، المكياج تبعها، الفستان زبط ما زبط هيك شوي لبكة. عنا عادي جو بكير، أهل العريس أهل العروس أصدقائها هيك يسحبوا صور مع فيديو، وتسحب صور هي طبعا لحالها دول يبقوا للذكرى. وبعدين يجوا أهل العريس ويبلشوا يعني يطلعوا يحاولوا يغنوا له هيك والدهول والزرنا. وبوقتها أتذكر يعني خلص ما حسيته إنه أجا أخوي بده يقيمني، يلا بده يسلمني للعريس وخلص بدي أروح على الكنيسة. بوقتها كتير بكيتوا، يعني مشاعر ما بقى أوصفها. مسكتوا أمي وبكيتوا ومسكتوا أبوي واحد واحد، وأقل ما بدي أروح يعني ما بدي أروح. بعدين هدوني مو يصير خلص كل وحدة هذا يعني نصيبها، هي خطة حياتها يعني. فبعدين رحنا في لفة للعروس هيك بالسيارات، وسيارات كتير كانوا. نحن بوقتها موريس عنده معارف كتير يعني، وأهلي عندهم معارف، فالمحبين هيك كله بلش زمامير ويدوروا معنا بالشارع. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة. بعدين تحضيرات الكنيسة، رحنا على الكنيسة، العالم تستنانا والعريس كان يستناني بالكنيسة. في عنا عادة أخو العروس مو يسلمها إذا العريس ما سلمه هدية، فبعدين يسلمني أخوي موريس شخذ أخوك هدية خاتم ذهب. بعدين فتنا على الكنيسة. طبعا الكنيسة نحن في تحضيرات مزينة، والقس كان والحضور هيك المعازيم. عنا القربة هدول الشهود على الزواج دائما عندكم يسموه كريف يعني. وبلش القس يصلي وهيك في عقود الزواج، في قراءة من الكتاب المقدس، في ترانيم حتى عنا نحن البروتستانت عندن يعني في ترانيم من الكتاب المقدس. يعني جو حلو كتير، وتحس وحدة حالة انه خلص يعني تزوجت فودعت حياة وفاتت في حياة جديدة. وبعدها طلعنا من الكنيسة كمان نفس الشيء. طبعا قبل ما نطلع التهاني في الكنيسة كانت اللي يلبس الذهب، والذهب أكتر شيء يعني، والصور والفيديو. بعدها رحنا على المنتجع. المنتجع كان بوقتها جديد فتح، يمكن نحن تاني موريس كان تاني عريس يعمل الحفلة بالمنتجع، باعتبار عائلتنا عائلة موسيقية بالدرجة الأولى، فكانوا كل الفنانين موجودين. يعني حفلة إنه على مستوى إنه كل فنان بده يغني. كان طارق مراد، كان عدنان إبراهيم، كان أدور خوغاز، كان سامي مراد، خاتشيك ساوا كمان،
والفرقة الموسيقية كانت بقيادة ابن عمه موسى إيليا، معروف يعني غني عن التعريف. حفلة كتير حلوة كانت، لل4 الصبح طولت، ورجعنا على البيت كان في ذبيحة عند الباب، وتعرفي العادة يحطوا الإيد الكف يحطوه على الباب. بقينا يومين هون، يمكن يوم ونص. بلي كسرنا جرة كمان فيها مصاري هيك عند اجرينا قدام البيت، كسروا لنا جرة طبعا ذبيحة هيك. عندنا العادة ثاني يوم الصباحية يجوا أهل العروس ويجيبوا صفد الحلو على البيت، يعني بيت العريس يعملوا عشاء وطاولات وهيك كانت. بعد ثاني يوم ثالث يوم طلعنا نحن بعدين على شهر العسل، وهي كانت شهر العسل. رحنا على حلب، على مشتى الحلو، على الشام، دورنا على طرطوس اللاذقية، يعني حاولنا ندور كتير محلات نشوف معالم بلدنا. و17 يوم بقينا، كانت فترة حلوة يعني. ايه تحط عينك في عيني ولا تخاف حد يراك، كلمة لفت مقبولة أحبك وأعشق سماك. تحط عينك في عيني ولا تخاف حد يراك، كلمة لفت مقبولة أحبك وأعشق سماك. ايش مواقف صارت معك بشهر العسل هيك مواقف طريفة؟ الموقف الطريف اللي صار معنا بشهر العسل، حاولت أشوف أخوي لأنه من زمان ما كان شفته هيك، كان عسكري، فحاولنا نروح على الشام ونشوفه. نزلنا بفندق، حكيته معه، أجا أخذني. موريس كان مشغول شوي، فأجا أخوي أخذني، طلعنا دورنا وعنده معارف وهيك، عندنا أهل هونيك، حاول يزورني عندن. فلما تنرجع أنا ما حفظته اسم الفندق، قال لي أين فندق؟ يعني ما بعرفه. فضيعنا هذا، ضيعنا، ما بقى وما كان في موبايلات يعني هديك الوقت. فيعني مشكلة كان. قلت له يا ايش اسوي؟ قال لي ايش اسوي؟ قلت له مو مشكلة تبقى عندك يعني. بعدين صديقه طلع يعرف موريس، وقال يعني موريس دائما ينزل بهالفندق، فلما دق على الفندق عرف أينه، قام أخذنا سيارة ورحنا على الفندق. هذا كان الموقف الطريف اللي دائما نذكره. قربان كده مشي حلوة يكفى تتباهى في طولك، كل العينين عليك والله كل مغني غنولك. قربان كده مشي حلوة يكفى تتباهى في طولك، كل العينين عليك والله كل مغني غنولك. حط عينك في عيني وتقول لي مو أراك، أعرفك ميت فيني وأنا مو عايش بلاك. أبو إيليا، تشوف فرق بين الأعراس قبل 30 50 سنة؟ قبل 30 سنة كان العرس عرس حقيقي، مو أمني كفنن أمجي حديث يعني تقريبا 20 سنة. برد شعبي ما بنكفنن قبل 20 سنة ولا هلا ايش في فرق؟ فرق صار كتير. هلا الأعراس عم تتميع، يعني يجيبوا لك هالجاتو والعريس يجي الساعة 12، يجي الجاتو ساعة، والسلو بده ساعة، مرجوا لك الفتاش الفقاعات، ما في بهنة وبيس وعلى الفاضي، وتكاليف ما لها معنى. برد دعوته من اول مدخل العرس لاخر، طبر وزمر وكذا، والعالم تكيف. هلا كله مايا، نصه سلو ونصه كاسيت سي دي، وبرجع في مولد بقى بلقي مكفنن. عيني مو كده يعملوا الاحباب، مجنونة بمحبة كيف وادي داب. خيني مو كده يعملوا الاحباب، مجنونة بمحبة كيف وادي دام. زرعتوا كل حصدتوا عذاب عذاب، على بالكي ما كل جيتوا، وبغربتي فطيتوا، وبأمري كلا حضرتوا. والله بواديك الباب، والله بواديك الباب.
وحصدت عذاب عذاب على بالكي ما كل جيتو وبغربتي فضيتو وبأمري كلا حضرتو والله بواديك الجاب والله بواديك الجاب. ام إيليا انت ايش تقولين؟ هلا قبل اعراسنا كان في بساطه اكثر، كانت احلى، يعني ما كان في مظاهر ابدا، كان يعني تحسي عرس حقيقي. لما تعزمي شخص الصديق او الاخ او الجار كان يحس انه الحفله حفلته، كان يجي يشارك من اول المساء، يجوا يرقصوا قدام الباب قدام الدهول والزرنه ويشاركوا، يحضروا الكنيسه يحضروا الكليل ويجوا معنا يشاركونا فرحنا، يدوروا معنا بالسيارات. هلا شوي اختلف الوضع، صار شوي مظاهر اكثر، صار يهتموا مثلا زينه الكنيسه، صار في كلفه زياده، يعني صار مثلا يعملوا جاتو. هلا نحن عملنا بس مو هالكلفه والطوابق وهيك، صار ياخذوا وقت كثير، فخلصوا الحفله خلص يعني الكليل خلص يروحوا على التصوير يطولوا، يعني العالم قاعده مثلا اللي راح من 10 يستنى لل 12 يجي العريس، يعني كثير صارت يعني اخذت طابع غير هيك شوي، صار فيها تقليد للاخر، مفرقعات وتصوير اكثر من مصور والسيبه والمسايا وما بعرف ايش. على كل حال يمكن انا عم احكي لانه صار لي 20 سنه، صار عندي نضوج اكثر. يمكن العروس في بدايه عرسها تحب هيك شيء يعني، وليله من العمر يعني، فنظره الرجل مو مثل نظره المراه. اكيد مثلا موريس يشوفها الامور كثير ما لها معنى، ممكن انا اشوفها لها معنى بس مو لهالدرجه. هلا في كثير بنات يدققوا كثير على الفستان، الكوافير اين لازم يكون، يجيبوا واحد من قامشلي، صار شوي مبالغه في المصروف كثير يعني، والشاب مسكين عن جد يعني صار كلفه زياده عن اللزوم عن الشباب يعني، ومفروض تخف هالكلفه شوي. قالوا لي ضلالي عندك محبوب، مو صدق ضلالي عنك تاتوب، قالوا لي ضلالي عندك محبوب، مو صدق ضلالي عنك تاتوب، ضال القلب اللي حابك تيتوب تيتوب، مو صدقك ضلالي والله وغيرك مالي، صليت وانت قبالي، حبك درد ومكتوب، حبك درد ومكتوب. انت مع انه اثنين يتزوجوا عن طريق الحب ولا زواج التقليدي مثل ما المجتمع بيرغب فيه؟ لا طبعا أنا كتير أشجع الزواج عن طريق الحب. يعني الزواج التقليدي يعني ما له نتائج كتير، ما له ثمر كتير، يصير ملل في الحياة الزوجية، كتير يصير ملل بعد أول ولد، دائما يخف وهج الحب يعني، فدائما قصص الحب تكون أحلى، مثلا مواقف هيك واحد يذكرها دائما، والحب دائما هيك ينور البيت، يغير الحياة. ونشكر الله أنا وأبو إيليا يعني أخذنا بعض عن حب وما زلنا شبابا متجدد. في كتير تزوجوا زواج تقليدي نجحوا بحياتهم، بس الأغلبية في تذمر، في عدم قبول، في ملل، في كتير ملل. ونحن يعني مجتمعنا وديننا كمسيحية معنا طلاق ولا تعدد زوجات، فيعني يفضل انه تكون فترة خطبة. انا نحن بقينا 8 أشهر مخطوبين، فلما في 8 أشهر او في اشقد ما تكون المدة، واحد يعني يعرف طبيعة الثاني، يعرف مثلا شلون يفكر، شلون يحب يكون حياته، شلون تكون على اي اساس مبنية. فيفضل انه يكون عن طريق الحب لا عن طريق الزواج التقليدي. المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا، جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا، جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. عين الحسود فيها عود يا حلاوة، عريس قمر وعروسته نقاوة. عين الحسود فيها عود يا حلاوة، عريس قمر
عروسته نقاوة، واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي. أبو إلياس بيري إنه تدوب حسكرني بكن الدويان جيب زواج التقليدي. لا، الزواج الحب له طعم تاني. الزواج تقليدي هيك يعني حياة. في ناس تمشي تحسي بالسعادة، بس أنا أشوف من الداخل مو سعيدين من الداخل. بس لما في حب حقيقي مهما تصير مشاكل، مهما تصير ما في بيت ما فيه مشاكل، ما فيه كذا، ما فيه أخذ ورد كذا، بس يبقى الحب يجمع. إذا ما في حب كله فاضي. يعني كلمة صغيرة بس مفعولها كبير، هو الأساس. إذا ما في حب ما في أساس. إيدوا الشموع وتهنوا الليلة، عقبالهم كل حبايب العيلة. بافي إلياد فرق وجدابون نافبرج يعني دا دمي بري ودمي نها الباجاري ما تتبينيت شو جدابون هي الفرق لك بري بساطات انه بيحتربوا انه بساطات نما. هلا واحد بده يتجوز من الباب لازم يكون عنده بيت مفروش كامل وسياره الى اخره. بري بساطات هي ممكن غرفه ديوار يعيش مع اهله يمشي حاله. هلا صار صعب، انما قناعات، وهي كمان يعني صعبه على الشباب. نحن هلا بهالمنطقه بحاله حرب، يعني نفسيتنا كلتنا تعبانه. لذلك بقى اللي يسافر لاوروبا، اللي بده يسافر، واللي يعني عم تخلق شرخ كبير. حتى البنات يحب، البنات اغلبيتهم يحبوا يسافروا لاوروبا، يتزوجوا من اوروبا، ويجوا شباب من هونيك ياخذوا بنات من هون، والعكس، ويجوا بنات من هونيك ياخذوا شباب من هون. يعني صار تغيير هيك، يعني في فرق كثير. وحياه الزوجيه عم تتفشكل، يعني ما عم تنجح. حتى في اوروبا ما عم تنجح حياتهم الزوجيه. يعني لما يروحوا ينصدموا بالواقع ان يحطوا حلم اوروبا كبيره، حلم يعني يشوفوه بالتلفزيون، يبان الحياه كلها مثل التلفزيون. لما يروحوا لاوروبا يشوفوا الحياه والعمل واللغه وكذا يتفاجئوا، يصير حالات الطلاق اكثر بكثير، كثير حالات طلاق تصير، ويصير خلافات. بالاساس اخذين بعض، يعني كل واحد له مصلحه. هاي بدها تروح على اوروبا وهذا بده ياخذ من اوروبا، يعني العكس. يعني نحن نحسها مصلحه. بال180 يفشلوا، الباقي ممكن ينجحوا كمان. هدوء المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا. يعني مشان ما نظلم البنت والشاب عنا، البنت عندها متطلبات. ممكن مثلا هي عايشه في بيئه او في بيت وضعنا المادي مو كويس، او مثلا اما عاشت في الظروف مع بيت حماها ووضعها مو كويس، فهي دائما الولد يحاول يغير، فهي بدها تغيير، بدها تاخذ شاب عنده بيت، عنده سياره، وضعه المادي كويس، مثلا ما تقعد بيت حماها. ممكن هذا طموحها وحقها، بس يعني في نفس الوقت انه هذا الشاب وهذا وضعه ما عنده امكانيات، فصار اشي يلجأوا للزواج لاوروبا، لانه يعني شيء اسهل. هو مثلا تاخذ بنت من برا، اقامه، بيت على الجاهز، نفس الشيء هي تروح وبيت وحفله وكل شيء يعني من احلى ما يكون. طبعا يروحوا ينصدموا في الحياه مو كلها مصاري، هالشغلات كلها تكون هيك مبدئيه، بعدين ينصدموا في الواقع، حياه عمل، حياه اجتماعيه معدومه، لانه اخذته مو تعرفه، فتبلش هون المشاكل تبلش. انا لما اكون بين اهلي وانا صارت معي، يعني انا باعتبار تزوجت صغيره، كان اذا صارت مشكله معي ادق على اختي راسا مثلا تساعدني انه طولي بالك ومو يصير، وتساعدني في حلها. اروح عند امي تقول لي مي يصير عيب ويب مشان بيت حماكي، ناس مي يصير يسمع انه قيتلتي او طلعتي من بيتك وجيتي عندي. تعرفي دائما الاهل يحاولوا هيك، يعني انه ما يخلونا نفوت في مشكله. فاوروبا ما في بلا اهل، لا اهله ولا شيء، فمشكله صغيره تصير كبيره، ومن هون يبلش الطلاق يعني، ومن هون يبلش الظلم للبنت وحتى للشاب، وحتى اذا في اولاد كمان ينظلموا معا. أنا بالنسبة إلي ما بشجع زواج النت، يعني رغم أخوي تزوج عن طريق النت، وابن عمي تزوج عن طريق النت. يعني النت دائما هيك عالم افتراضي، فممكن أنا من وراء اللابتوب أسوي حالي مثالية، حتى صور اللي أنزلها ممكن ما تكون صوري، أو إذا صوري أعمل لهم فوتوشوب وتحسين ومكياج، وتعرفي أنتي حركات البنات يعني. فأبدا ما بشجع. ممكن أنا أسوي حالي كتير مثالية
يول مقابلي يفكرني أنا هيك على طبيعتي. لا، زواج لما نكون ببلد واحد، منطقة واحدة، أشوفه يشوفني، أهلي يعرفوني يعرفوه، أصدقاء. مثلا أنا لما أول ما موريس شافني سأل، كان يعرف أختي وأختي وأخته أصدقاء وجيران، هيك يعني باب مقابل الباب. فرأسا سأل علي أخته، قالت له أختك كتير كويسة وأخت تشهد لأخته. فشوفي يعني إنه نحن معلقين في بعض، الأخت والأم والأخو وهيك. فأنا أشجع إنه زواج يكون في منطقة بلد واحد ووجه لوجه، فيس تو فيس، هيك أكتر من إنه زواج النت. يعني المفروض هيك يتعرفوا أكتر، ياخدوا فرصتهم في التعرف أكتر. الزواج مو لعبة، الزواج حياة طويلة وحلوة، اللي يعرف يعيشها، اللي يعرف عيشها. كتير ناس ينعتوا الحياة بأسماء مو حلوة، لا، الحياة حلوة، نحن لازم نعرف نعيشها. فمفروض يتعرفوا على بعض أكتر، ياخدوا وقت أكتر قبل الخطبة وبعد الخطبة. يعني قصدي قبل الخطبة لما يعرفوا بعض، وفترة الخطبة تكون فترة اختبار، خلي تكون طويلة، سنة سنة ونص، يتعرفوا على بعض أكتر، بعدين يتزوجوا، مشان لما يتزوجوا يجيبوا أولاد ما يظلموا هالأولاد، تكون حياة حلوة يعني وصحية للأولاد. أنت إيش بتقلم؟ أنا قصيرة وكخوار بإخوة، مثل أكل بدون ملح، أكل بدون ملح، خوار بإخوة. الحياة بدون حب مثل الملح بلا الأكل بدون ملح. الأكل بلا ملح. بتشكركم كتير لاستضافتكم اللي بتمنى انه تعيشوا بسعاده. اهلا وسهلا فيكي، تشرفتينا وميت السلامه ويلكم. اهلا وسهلا فيكي. هلا بعد فتره يكون عيد ميلاد زواجنا ال20 ومعزومه عنا وتشرفنا في معرفتك. وانا اكثر جهدارين دلال ام كهان داويا خلك خوش برنامج بیرانی نگستیده داد چیروکندی و خلک کدی بمن خیر و خوشی.